الكعك الحلو بالسكر من أحلى أنواع الكعك، هش وخفيف ويدوب في الفم، وطريقته ما فيش أسهل منها. كوب زبدة دايبة، عليها نص كوب من الزيت، نص كوب مية تكون خليط ما بين مية الزهر والمية العادية، حطيت عليها ربع كوب من السكر ونضربهم كلهم مع بعض، نزيد عليهم نص كوب من النشا، 4 كوب من الدقيق، وظرف خميرة بيكنج باودر، ونلم المكونات بإيدي لم. لاحظوا إننا ما نعجنهاش عجن أبدا، ضروري ترتاح قبل التشكيل. للتشكيل نبرم جزئين من العجينة بالطريقة هذه، ونبرمها رقيقة شوي لأن مازال بيزيد شوي حجمها في الفرن، وبعدين نبرمهم على بعض بالطريقة هذه. وعلشان تاخدوا نفس الحجم لكل حبات الكعك ديروا حركة الطاسة بالطريقة هذه، لفوا عليها الكعك، ولما تجوا قصوها بطريقة مايلة ولصقوها في بعض كويس علشان يكون الكعك نهايته مظبوطة. نغطس وجهها في سكر خشن ونحطوها في الطاجين، بس لما تغطسوها في السكر حطوا السكر حتى من الجوانب عشان تعطيكم شكل مرتب. لاحظوا هنا يا حبتين الكعك هدوما غطستهم وحطيتهم في الطاجين طول، اما باقي طروف الكعك حطيت السكر عليهم حتى من الجوانب. طيبتهم في فرن مسخن على درجة حرارة 150، تحطوها في الرف من النص، مشغلين حرارة من فوق ومن تحت، في بحرارة هادية علشان يعطيك تحمير من داخل ومن برا. طعمته رهيبة، خصوصا مع الشاي يختفي فمك يدوب ذوبان. وبس في حفظ الله.